سلام حبيباتي، إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم لاح بصحة جيدة. اليوم جبت لكم تحلية فلان بطريقة مختلفة بريزونطابل بزاف بنينة، شكل راقي وذوق مميز يناسب سهرتكم الرمضانية ويحمر وجهكم قدام ضيوفكم. بدون إطالة نبدأ مباشرة في طريقة التحضير بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. بسم الله على بركة الله. أنا خديت زوج حبيبات ديال التفاح مع كمية من لا فريز وحبيبة ديال البنان. دونك نتوما تقدروا ديروا تشكيلة الفواكه اللي حبيتوها، دونك ماشي لازم تشرو بالكيلو، تشرو بالحبيبة. قشرت التفاح ديالي، من بعد عصرت عليه كمية مليحة من عصير الليمون. كما على بالكم الفواكه تتأكسد، دونك لازم ديروا لها هذاك عصير الليمون باش تبقى محافظة على اللون ديالها. كما راكم تشوفوا صرت عليها كمية مليحة من عصير الليمون، من بعد قطعته القطع صغيرة الحجم. صدقوني حبيباتي هذه التحلية راح تجي من أروع ما يكون، راح تكون مزيج بين زوج تحليات، لا سالاد دو فروي مع الفلان، راح تجي ولا أروع كما يقولوا شكلا ومذاقا. نفس الشيء بالنسبة للبنان، أنا قطعته قطع صغيرة الحجم وصرت عليه كمية من عصير الليمون. برك هذه لافخاز اللي ما درت لهاش عصير الليمون. زدت قطعتها ثاني قطع صغيرة الحجم. هنا حبيت برك نخليهم شويه كبار باش يجوا باينين. شفتوا هذاك اللون الاحمر راح يعطي منظر ويزيد يعطي لها كما يقولوا اناقه لهذه الوصفه. من بعد زدت شويه مكسرات كتندي ودرت شوفان باش هكذا التحليه ديالنا ديال تكون صحيه ثانيت. دونك هنا في كاسرول درت لتر ديال الحليب، درت فيها 230 غرام من الفلان بذوق لافاني، وانتم ديروا لوغو اللي حبيتوه. برك هنا كملاحظه جد مهمه، لازم الفلان يكون نوعيه جيده لانه هو اللي راح يتحكم باللوغو ديال التحليه ديالكم. هنا درت في المول اللي راح ندير فيه هذه التحليه، درت الفواكه ديالي والمكسرات والشوفان من تحت. من بعد فرغت هذاك الفلان بعد ما جوزته على الباسواغ باش كاش تكتلات ولا ما يخسروليش التحليه ديالي. من بعد غطيتها بابي سلوفان بعد ما بردت شويه ودخلتها الكونجيلاتور حوالي ساعه. من بعد خليتها كملت بردت حتى تمسكت لي تماما. قلبتها وزينتها بهذه الكراميل اللي تجي في الفلان. اي فوالا التحليه ديالنا راهي واجده، اسهل منها ما كاش، صحيه بنينه شكل مختلف كما قلت لكم، مزيج بين زوج تحليات، لا سالاد دو فروي مع الفلان. ان شاء الله حبيباتي تجربوها وتزينوا بها طويلتكم او طاوله السهره الرمضانيه. كما نقول لكم حبيباتي ما تنسوش تشجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم باش نستمر، وتشاركوها مع كامل حباباتكم باش يستفادوا من هذه الوصفه. نقول لكم صحه رمضانكم، صحه فطوركم، تقبل الله صيام الجميع. شكرا لحسن المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه.